احنا النهارده في البوث بتاع بي واي دي في ديستريكت 5. هنعرفكم التكنولوجي اللي نازله بيه عربيات بي واي دي قبل ما نقول لكم الموديلات اللي هتنزل هتكون ايه. دي يا جماعه دي ام اي تكنولوجي، ده التكنولوجي الجديد بتاع عربيات بي واي دي اللي هتنزل بيها توكيل منصور. حاسس ان توكيل منصور هياخد بي واي دي في حته تانية. طيب احنا مع الاستاذ صلاح عبد المجيد والاستاذ عبد الرحمن سيلز من بي واي دي، هيشرح لنا دلوقتي التكنولوجي بتاعت الدي ام اي. طيب بص يا عبد الرحمن، دلوقتي احنا الناس عندها يعني ايه كونفليكت كده ما بين الار اي ريف او الريف زي ما بيقولوها، وما بين البلاج ان هايبريد، وما بين الهايبريد، وما بين العربيات الكهرباء. انتوا جايين بتكنولوجيا جديده، التكنولوجيا دي الوحيده او الاولى من بي واي دي اللي انتوا هتنزلوا بيها للسوق المصري، اللي هي اسمها دي ام اي تكنولوجي. فعايزين نعرف هي ايه وايه الفرق ما بينهم، وانهي فيهم من غير بقى اي نوع من التعصب للبراند. كويس، انهي فيهم بتبقى احسن؟ اتفضل. ماشي، الموضوع كله بسيط جدا. الدي ام اي ده اصلا حاجه بي واي دي بس هي اللي بتعمله، موضوع بسيط قوي. ايه الفرق ما بينه وما بين الريف؟ ان انت في الريف الموتور الاحتراق الداخلي ده بيجنريت طاقه بس، ده شغلانته الوحيده، والباقي بقى على البطاريه ان هي تحرك العربيه. انما في الدي ام اي لا، الموضوع اذكى من كده بشويه. دي مثلا نفترض حضرتك على طريق سريع، ساعتها الاحسن ايه؟ البنزين طبعا، عشان البنزين موفر على الطرق السريعه، عكس الكهرباء في الطرق اللي هي المدينه وكده يبقى ساعتها موفر اكتر. فده ساعتها بيديك بيرفورمانس وفي نفس الوقت افشنسي. ايه بقى؟ عربيه ذكيه. انت على الطريق السريع هيبدا مثلا يبرايترايز، قدر كمان الموتور الاحتراق الداخلي يخش يحرك الويلز، فبتبقى حاجه اسمها بارلل مود. ده لو انت مثلا، ده بقى نظام برضو كده، يعني لو انت مثلا عايز اكسلريشن، العربيه تبدا تحس لو انت دوست على بنزين تبدا تشغل البطاريه والموتور في نفس الوقت ان هم يوصلوا دايركت انرجي للويلز. يعني معنى كده انا عندي ايه على العجل اللي ورا وعندي ايه على العجل اللي قدام؟ حسب الموديل. احنا دلوقتي بنتكلم على دايجرام اللي هو فرونت ويل درايف، ملوش يعني. في عربيات هتنزل هتبقى 4 الكتريك موتورز، يعني هيبقى في الكتريك موتور ورا والكتريك موتور على اليمين والشمال، وقدام برضه على اليمين والشمال. ساعتها العربيه دي تبقى اول ويل درايف، هتبقى مختلفه عن دي شويه. طيب اللي معانا دلوقتي دلوقتي دي فرونت ويل درايف. انا هحكي لك بطاريه بسيطه قوي. اوكي، دلوقتي عندك الموتور الاحتراق الداخلي، اثنين الكتريك موتورز والبطاريه. كل واحد بيعمل ايه؟ موضوع بسيط. الموتور الاحتراق الداخلي ده بيولد طاقه وبيعمل جنريت لانرجي، بيبعته على التو الكتريك موتورز، بيحرك العجل وبيدي طاقه للبطاريه. فانت طول ما العربيه شغاله واقف بدوس بنزين ثابت، العربيه بتشحن نفسها بنفسها، فالموضوع افيشنت وبرده فيه برفورمانس عالي. حلو قوي. لو انا واقف في اشاره او الطريق زحمه جوه المدينه، كويس، مين فيهم اللي هيبقى شغال؟ تمام. لو انا في طريق طبعا زحمه او في اشاره والعربيه هي هتبدا بقى فيها انتليجنس، حتى اسمها دي ام اي اللي هو انتليجنس، هتبدا تستخدم ساعتها ان هي تبرايترايز، ان هي تاخد الباور من البطاريه عشان بتبقى اوفر في الطرق اللي هي المدينه وكده. دي حاجه. طيب سؤال بقى، ايه الفرق بين الدي ام اي والاي باور بتاعت نيسان؟ ماشي، ما هي الاي باور هي نفس الريف نوعا ما، يعني زي ما قلت لحضرتك. هو الفكره بس ان هو بيجنريت طاقه، الموتور مش بيتدخل ان هو يحرك العجل. هنا الدي ام اي لا، انت الموتور هو اللي بيخش كمان يحرك العجل ويدي لها باور. هو ده الفكره كلها. يعني معنى كده الاثنين دول هم بيولدوا طاقه، يعني محرك الفطر العادي ومعاه الالكتريك، هم الاثنين بيولدوا طاقه بالظبط. محركه. ده ممكن يولد طاقه وفي نفس الوقت يحرك العجل. اوكي. طيب اذا انا لما اجي اعمل المقارنه، او الراجل اللي جاي يشتري، العميل اللي جاي يشتري، لما يلاقي كل المصطلحات دي كويس، اوفر له واحسن له، سواء وانا مسافر. اصل انا ساعات يقول لك ايه، اصل العربيه الالكتريك فولي الكتريك على السفر انا ما اضمنش، المحطات مش كفايه. وده حصل فعلا السنه اللي فاتت في الساحل الشمالي، الناس كانت بتقف بالساعات عشان تلاقي محطه تشحن منها، لان العربيات واقفه مستنيه. تمام. وفي نفس الوقت انا عشان اركب عربيه هايبريد، الهايبريد لحد سرعه 67 انا او 60 انا ماشي كهرباء. اول ما عايز ادوس بقى هلاقي ان انا كده بقيت بنزين، بقيت عربيه بنزين تماما. كويس. فالكهرباء اذا بتفيدني قوي، سوري، العربيات الهايبريد بتفيدني قوي في السرعات القليله وفي الزحمه جدا طبعا. لكن دي انت عايز تقول ان هي ذكيه ذكيه على حسب انت ماشي ازاي، هي هتبدا تختار لك الحاجه الاوفر لك.
الحاجه الاحسن. هي بتفكر هي الهايبرد لغايه 60 كيلو بيشتغل أو 67 كهرباء، في بعض او 70 في الرينج ده، بالظبط كده. لكن دي انتليجنس بتقدر تقراك وتقدر تعرف انت على حسب ضغطة ضغطة رجلك على رجلك. البنزين. على حسب برضو انت ايه اللي متوفر عندك اكتر انرجي فيه الباتري. البنزين هو نظام ذكي، مثلا انت حضرتك قلت حاجه ان انت مثلا على طرق مثلا ماشي لحد 60 فيها كهرباء بس، وبعد كده تبدا تبقى بنزين. هنا مش شرط الموضوع ده يحصل قوي، لا هنا ممكن الاثنين يتدخلوا بس يدي برايورتايز لحته اكتر. يعني مثلا اقول لك يعني هو شايف ممكن يشوف ان دلوقتي يدي باور عن طريق الكهرباء اكتر من البنزين او العكس. ساعات ممكن يوصل اصلا ان هو يبقى فولي بنزين. لو انت بقى دايس بنزين على الاخر مثلا، تمام. فطبيعي انت كده هتبهدل البطاريه. لو البطاريه اتدخلت فهو ذكي، هو مش هيستخدم اصلا البطاريه، خلاص هيوقف شغل البطاريه. بالظبط، هي دي بقى الفكره. أوكي. وفي نفس الوقت لما بيوقف شغل البطاريه هو اوريدي بيشحن، بالظبط كده، شغال جنريتور. طيب الموتور اللي قدامي دلوقتي ده يعني نموذج كويس ضيق. لما احط سي 45 40 لتر بقى او 50 لتر بنزين نايس مع التكنولوجي الدي ام اي، ده يمشيني قد ايه على مختلف انواع الطرق؟ يعني انا كنت في المدينه، فانا ماشي على المدينه، بعد كده هطلع اسافر اروح اسماعيليه فور اكزامبل، حاجه قريبه يعني 100 كيلو ولا 120 كيلو، ده يمشيني كام كيلو؟ هي كل عربيه تبقى مختلفه عامه عن الثانيه، عشان كل عربيه ينزل فيها نفس التانك، اوكي. فالموضوع نفسه هيبقى مختلف. بس هي عامه افريج التنسيق من 6.5 ل 8. 6.5 ل 8 لكل 100 كيلو. كل معنى كده بقى ان بالتفويله الكامله بالتكنولوجي دي 750 النموذج اللي موجود 750 و 800. لا ده ديسبلاي بس انا ورا ده حاجه صغيره جدا. ايوه 750 و 800 كيلو. انا بتكلم كده. العربيه هنا على الشاشه 1100. الشاشه 1100. لكن الواقع لان احنا عندنا هم هناك الظروف حسب اللي هم استخدامك. بيجربوا فيها العربيه ظروف بتبقى perfect. مختلفه. ظروف بيرفكت. الرياح لا احنا لما بنتكلم عليه ده اكتوال نمبرز. ال 750 و 800 ده اللي هو كل حاجه شغاله، التكييف شغال. ايوه ده حقيقي. حضرتك بتجري جامد جدا. مش الكتالوج وافريج. لا مش الكتالوج. بس احنا بنحقق الارقام دي، الارقام دي بتتحقق فعلا، بس ده اوبتيمال. ده في النموذج الامثل يعني بالظبط. للاستخدام. بس لكن اللي انا بقوله لحضرتك ده ارقام حقيقيه اكتوال نمبرز. 750 800 ممكن اكتر كمان. ممكن اكتر. خلي بالك في عوامل كتير هنا هتختلف عن عوامل التجربه اللي في اوروبا. لا ما احنا أو دي في الصين. بنحكمها حتى بموضوع الكهرباء، لان مثلا بتاع الكهرباء مثلا سي عربيه بيقول لك 550، في الواقع هنا في مصر ممكن العربيه دي تعمل سوق 470 واقل. بتكلم على الفول الالكتريك يعني. فالظروف اللي هم بيختبروا فيها وبيحطوا فيها العربيه مثاليه زياده عن اللازم غير هنا يعني. مفيش رياح، مفيش اي مقاومه يعني. ده فين؟ في اي عربيه في الصين مثلا لما تيجي يقول لك ان العربيه دي على المانيوال بيقول طول 550. الصين احسن حاجه في التجربات بتاعتها ان هي عندها كل الاجواء. يعني على الشمال خالص تلاقي الدنيا برد، مش عارف فين. على الشمال الدنيا برد، هنا حر خالص، عندهم كل حاجه. فعشان كده انا بقول لك الامثل، بس عشان كده بقول لك كام كيلو عشان انا كده ابقى استفدت من الايديا بتاعت الدي ام اي. يعني هي زي ما انا قلت هتبقى عربيه بنزين، يعني انا استفيد ازاي كده لو هي هتوفر لي بمعنى عربيه بنزين مش هتمشيكي كل ده. بس لا اقصد يعني هتمشيني 500 ده هيديني 250 تاني زياده، ده حاجه هايله. ده ربع تانك ونص تانك زياده. بالظبط. طيب تانك كام لتر؟ كل عربيه مختلفه. يعني افريج من اب اند داون يعني. عندي عربيات من قد كده لحد العربيات اللي 7 راكب. جميل. بنتكلم في كام لتر تقريبا؟ من كام نبدا ولكام ننتهي؟ المعلومات دي لسه مش موجوده. طيب اوكي. حضرتك ممكن تسكان معانا، حضرتك هتعرف المعلومات دي اول واحد الكيو ار كود. احنا عايزين ناخد بقى احنا يعني التكنولوجي لازم الناس تعرفها قبل ما الموديلات تنزل. ده شيء كويس جدا ان انتوا عملتوه. دي حته ذكيه قوي يعني. دي حته كويسه قوي في التسويق. بنشوف هقول لك على حاجه، في تجربه قديمه قوي اعتقد ان ممكن ياسر يكون عارفها. زمان لما كان في حاجه اسمها 4 ويل درايف او 4 باي 4 او اول ويل درايف، كان ناس كتير مش عارفه الفرق بين الانظمه. كانوا بيجيبوا لنا في شركه الاي اي دي سكيلتون للعربيه والفتيس. لنا ايه الفرق ما بين احنا هناخدها في توكيل اول وكان نديها للناس. ايوه، ودي بقى دي فكره التسويق اللي انا بقولها بتشوف العربيه، لان الناس في الاخر بتشوف العربيه كانت بندي ثقافه، بننقل الثقافه. ايوه بالظبط كده، عشان هو يبقى متقبل ان هو يستخدم. فدي فكره. لا هو دي كمان هتفيدك في ان انت العميل اللي بيشتري فاهم هو بيشتري ايه، ما يتفاجئش. يعني قدام العربيه كامله دي اسمها كذا بتكنولوجيا كذا، لو ما يبقاش في حته انت ما قلتليش اصل ما فيش، انا وريتك كل حاجه كل وضوحها. ايوه لا هتبقى وسيله حضرتك يبقى على عينك. ويا صالح قلت لي انا ممكن اجيب عربيه بنزين، قلت لحضرتك مش هتستفاد بس
زياده. ايوه بالظبط. هي يا صالح برضه هتبقى وسيله اقناع للعميل ان هو يبقى عارف هو بيشتري ايه بالظبط بالظبط. وهيوفر ايه، والتكنولوجي اللي تحت رجله دي هتبقى ايه بالظبط. بدل ما تجيب لي العربيه توريها لي وتقول لي العربيه دي بتشتغل بكذا، ما انا مش فاهم. لكن ده انت بيفهمني كل حاجه، يعني الطاقه ماشيه منين لفين، البطاريه دي قد ايه، بتعمل ايه، ده في تانك بنزين، ده في كذا، طب ليه ده كله؟ احنا يا جماعه قدمنا لكم ريبورت كامل عن التكنولوجي DMI، ان شاء الله يكون مفيد بالنسبه لكم. تابعونا على اوتو ماجازين انستجرام والفيسبوك واليوتيوب.